ايه ازيكم معلمي؟ المعلومات دي هتهمك. احنا دلوقتي تلات ارباع الاسئلة بتاعتنا بتيجي لشغل القماش. دي حريرة 43، هنشتغل بيها على بنطلون، فاتعملت طويلة. اختيار الحريرة المناسبة للقماش حريرة 43، ده حساس 25. الطريقة كالتالي: انا بغسل الشبرونة كويس جدا، بغسل الشبرونة كويس جدا عشان ازيل منها اي رواسب، وبعملها بشوية صابون اللي هو الرغوة ده، دب دب دب، وبغسلها بنضفها كويس جدا وبسيبها تنشف او بنشفها بالاستشوار. وبعدين ببتدي بقى عملية التصوير. الحساس لازم يتحط في التلاجة. كل حساس يا جدعان وكل حاجة ليها خواص. انا ما ينفعش اشتغل دلوقتي وانا شغال، لازم الاضاءة الحمراء. الحساس لما بيتعرض للاضاءة بيتلف. عشان تطلع تصويرة نظيفة لازم تاخد بالك من شوية تريكات صغيرة، وهي ان الحساس ما يتعرضش للاضاءة. انا بس ايه مشغل البتاع ده عشان نشوف بعض. انا المفروض ان انا اصور في اضاءة خافتة جدا، بس عشان تشوفوا الموضوع كله بكل بساطة. انا بشتغل ازاي، كل واحد ليه طريقة بس كلها في الاخر واحد. لازم تفهم المعلومة، لازم تفهمها. احنا دلوقتي ده حساس مائي، بما ان انا هشتغل على القماش فلازم استخدم حساس مائي. كل اللي انا محتاجه كارت، وبتعامل مع الشبرونة اكني بدهن حيطة. بحط الحساس المناسب، اي طريقة تعجبك تعرف تشتغل بيها. اهو انا عايز احط نسبة كبيرة قوي عشان اقدر اغطي المساحة دي كلها. ما ينفعش ازود حساس وانا شغال. بسد المسام بالراحة. انا بحاول افرد الحساس من غير ما اهدر، من غير ما اهدر. معلش بقى الصوت بيبقى رخم، بس ايه، احنا ما بنعملش العملية دي كل يوم. اهو انا وديت الحساس كله الناحية التانية. انا سربت الحساس كله الناحية التانية. بنفس الطريقة هروح، بصوا الحساس كله اهو. انا عملت ايه؟ سربت الحساس كله الناحية التانية، ما عملتش اي حاجة. انا حطيته من الناحية دي، سقيت الشبرونة كلها، سقيتها، وبعدين رحت مخرجه تاني. بس هعمل ايه؟
اخد بقى كل ده واروح مرجعه تاني، انا مش عايزه. والحركة دي مهمة جدا، لازم تبقى واخد زاوية عشان تعرف تشيل الزيادة، عشان انت بتشيلها مرة واحدة. هي دي تركية مهمة جدا. انا بميل الشبرونة وبميل الكارت اهو، اهو عشان نشوف. ادي الكارت اهو معايا، كل اللي بعمله بميل زاوية ميل 45 درجة. بصوا انا عملت ايه، خدت كل الحساس الزيادة من على الجنب ده بزاوية الميل. برجعها تاني العلبة نفس الطريقة. مفيش حد فينا بيعمل القصة كده مرة واحدة، يعني وارد ان يحصل معاك اي تركاية، وارد. القلم بيغلط، ايه يعني؟ جرب جرب لغاية ما تعرف ايه الدروبات اللي وقعت معاك. انا بصيت من الناحية التانية مفيش حاجة. بس خلاص. لو زودت شوية الموضوع مش هيحصل له حاجة يعني، مش مش هن مش هن مش هنخسر حاجة. انا بحاول اصفي على قد ما اقدر، مش عايز الحساس يبقى عمل عازل او في طبقات زيادة وطبقات. بس كده، انا مش عايز اعمل اي حاجة تاني، انا كده حسست. كل واحد شغال بطريقته، وكل واحد التصويرة بتيجي معاه بأسهل طريقة. ملكش دعوة بحد، اسمع المعلومة، هتلاقي في كذا طريقة. اسمع المعلومة وجرب انت، شوف هتلائم معاك ولا لا. في ناس كتيرة نزلت اشترت فوانيس واعتمدت الحساس بطريقة معينة، فانوسك غير فانوسي، فانوسك غير فانوسي. ما ينفعش احدد لك وقت ولا اقول لك ايه الحاجة المناسبة ليك غير لما انت تجرب عندك. انا ممكن اقول لك ان انا بحط البتاعة دي على الشبرونة بقى عايزها ربع ساعة، يمكن انا الفانوس عندي ضعيف. وانت بتشتري الحساس اسأل بتاع الحساس ده بيقعد وقت قد ايه، عشان تعرف تحط على الفانوس وتعرف تظبط التصويرة بتاعتك وتطلع من اول مرة. المعلومات دي مهمة جدا. احنا كده حسسنا. هنشف بالاستشوار، استشوار سخن، بنشف وارجع الحريرة تاني. وقبل ما بحط الكلكاية بتاعتي وابتدي اصور لازم اديها هوا ساقع. مهمة جدا المعلومات البسيطة دي، لازم اديها هوا ساقع. انا ده لما جبته من التلاجة ورحت محسس بيه، انا اديته دلوقتي سخن، هوا سخن عشان انشف، عشان يتم عملية التصوير. عايز تنجز نشف بسخن، ونهاية الموضوع اديله هوا ساقع ورجعه لطبيعته تاني اللي انت مطلعه من التلاجة. ما تحطوش وهو سخن على الفانوس. ومعلومة مهمة جدا، ان انت تنظف الشبرونة بشوية رابسو وتعزلها وتتأكد ان انت شلت كل الرواسب اللي موجودة. دي نقطة مهمة جدا قبل ما تحسس. النقطة التانية، لازم حضرتك تمسح الازاز بتاعك كويس جدا بجليتر، بجرنان، باي حاجة. لازم تنظف التصوير بتاعك الفانوس بعد كل عملية تصوير. ان شاء الله لو لسه عامل، لا امسحه تاني قبل ما تصور وتأكد ان الازاز نظيف. معلومات مهمة، ركز معايا عشان تستفاد. ثواني. حطينا الفيلم وظبطنا الأداء،
شوية. ادي الرسمة وادي الشبرونة، ونشوف المرحلة اللي بعد كده وازاي بنجهز الفانوس، وعلى الله التوكيل. ده تجهيز الفانوس بالراحة اهو. دي لمبة كشاف عشان انا بصور، فما ينفعش يبقى فيه اضاءة، دي اضاءة حمراء. ادي الموضوع بكل بساطة، كل واحد حسب الفانوس اللي عنده. انا البعد عندي من اول اللمبة، لغاية مسافة الازاز. بص انا كاتبها على الفانوس اهي، كل حاجة بتبقى موجودة، بيبقى ليها دليل وليها يعني دلالة من القصة نفسها. احنا دلوقتي احنا مفروض هنصور زي ما ظبطنا الدنيا. فانا اول حاجة بعملها بص اهو، انا مش عايز اعمل اي حاجة تاني، انا رشيت شوية مية. لما اجي بشغل الاضاءة وما بيبقاش الفانوس متنضف كويس، بيحصل عملية نفر. هنا في كهرباء، في مجال مغناطيسي بيبقى موجود بين الازاز وبين القطعة اللي بتبقى محطوطة ما بيتشافش. فده بيعمل زي الاشعرة كده، زي ما بتقرب ايدك من على شاشة التلفزيون. شفت كانت بتعمل ازاي؟ هي هنا نفس القصة. فاحنا بكل بساطة بننضف ونعزل كويس جدا، ونتأكد ان الازاز نضيف والشبرونة بتاعتنا الفانوس بتاعنا نضيف. وبعدين بنحط الشبرونة ونبتدي عملية التصوير. وكل حساس وكل فانوس ليه وقت. ثواني وراجع لكم. لو تلاحظوا الفرق اصلا بعد ما الازاز اتنضف، بصوا الازاز ده بيساعدنا كتير دلوقتي ان احنا ناخد المرحلة اللي بعديها.